السلام عليكم اخواني، حياكم الله. طبعا كل شخص يخاف من الموت. رسالة خلي يشوف هذا الفيديو. قضية الموت إخواني أكثرية الناس ما فاهمينها للأسف الشديد. هي الناس ليش تنضم ودك على رؤوسها؟ لأن ظاهرة الموت ما فاهمينه. ولذلك الإمام لما يسأل يقول له ليش الناس يكرهون الموت يا ابن رسول الله الإمام الصادق؟ قال له كرهوه لأنهم جهلوه. هاي الناس يقول والله لو تعرفون الموت وشنو طعم الموت يقول لتمنيتموه ليلا ونهارا. أنا قبل فترة أكو برنامج يطلعونه على قناة فضائية الجمهورية الإسلامية إيران، برنامج تقريبا ب 120 حلقة، أنا كلهم شايفهم تقريبا، كل حلقة حدود ساعة ونص. هذول اللي يمرون بظاهرة الموت يعبرون عنها بالعائدين أو العائدون من الموت بين قوسين. هاي ظاهرة موجودة مو فقط في إيران، موجودة بإيران، بالعراق. أنا بالعراق جلست مع واحد 4 ساعات وناقشته في هذه القضية، بدي أشوفها فعلا هذا دخل بذاك العالم وراح للبرزخ وشاف الملائكة، فعلا قدم لي أدلة وأنا تابعت الأدلة بنفسي. احنا كنا أنا والشيخ السند الله يحفظه والشيخ آخر أيضا قعدنا معاه 4 ساعات تحقيق لكي نتأكد فعلا هذا الرجل دخل في عالم البرزخ. وفعلا لأنه شاف ناس ميتين هو ما يدري بهم هناك. يعني ما عندي مجال الآن أطرح هذا الموضوع، بس قدم لي أدلة قطعية وأنا تابعتها بنفسي. بعض الناس يروحون بذاك العالم وبعد ذلك تدخل شفاعة أهل البيت، نعم، أو عنده حاجة أو عنده صدقة، هو أرجع يقول رجعني الإمام الحسن عليه السلام. يقول الإمام الحسن من طول كتاب صحيفة أعمالي، يقول فتح صحيفة أعمالي قال لي أنت كثير الصدقات، أنت عندك صدقات كل شوي. يقول مباشرة التفت إلى الملائكة قال لهم يرجع حتى. يقول بمجرد أن قال كلمة يرجع، يقول أنا فتحت عيني بالمستشفى حتى يقول قمت أصيح، قلت لهم عطشان جيبوا لي مية. الطبيب قال لهم ديروا بالكم تطوا مية، بس تطوا مية احتمال الكلى مضروبة عنده. يقول قلت له معود ايش قاعد تحكي؟ أنا الحسن بن علي رجعني، شنو تخافوا من المية؟ قال له الحسن رجعني عليه السلام. بالتالي فبعض هؤلاء مرة شفتها راحت إلى ذاك العالم وقالوا لها لازم ترجعين. تقول السعادة اللي شفتها بذاك العالم سعادة لا توصف. السعادة اللي شفتها بذاك، طبعا هي مرة مو هم نقول ولية من أولياء الله، لا، مرة هي دوب تصلي وتصوم، لا أكثر ولا أقل. يقول لكن لما دخلت في ذاك العالم شلبت بديها ورجليها. شلون إدريس عليه السلام؟ إدريس من صعد للجنة قالوا له انزل للدنيا، قال لهم بعد لو تنقلب الدنيا فوق تحت ما انزل، بعد ما اقدر انزل. هاي هم شلبت هنا، قالت لهم ما ارجع. قالوا له عندك بنت صغيره عمرها سنه، وهاي اذا ما ترجعين مستقبل بنتك انها تنحرف، ولازم انت ترجعين لان بنتك ما حد يداريها. قالت لهم ما ارجع حتى تقول انا من رجعت الى الدنيا ظلت شهرين ما اقدر ارضع بنتي، من باب اقول ما رجعت الا من وراها. يقول قاموا يطوها حتى من 100. بالتالي المذيع قال لها اوصفي لي السعاده والنعيم اللي موجود بذاك العالم. قالت له ما اقدر اوصف لك اياه، بس راح اعطيك فد مثل. قال لها شنو المثل؟ قالت له انا عندي 3 اولاد. قالت له افرض ذولا اولادي ال3 اجانا الطبيب وقال لهم لقد اصيبوا بمرض السرطان جميعا. قالت له اكو مصيبه اكبر من هاي المصيبه؟ اكو مصيبه اكبر من مصيبه مره ويقول لها ولدك كلهم صار بيهم سرطان؟ فكانت سودة هاي على قلب الام اذا واحد جاه وقال لها الحكايه. قالت له اعظم مصيبه. قالت لو نفرض بعد 1 2 اجى الطبيب وقال لي اولادك 3 تم شفائهم، شلون سعاده؟ هاي واحد ومطيب ولدها بالخسائر بالسرطان وجاه وقال لها لقينا دواء و3 تم شفائهم. قالت له اكو سعاده اكبر من هاي السعاده التي تدخل على قلب الوالده؟ قال لها لا. قالت له هاي السعاده لهذه الأم التي فرحت بشفاء أولادها لا تشكل 1 بالمليون من السعادة التي رأيتها في ذلك العالم. يقول هذا فقط مثال أريد أعطيك إياه. ولذلك احنا عندنا بالروايات ما من مؤمن يحضره ملائكة الموت إلا ويخيروه بالرجوع إلى الدنيا. أي واحد يحضر الموت أنت تشوفه يعالج وصدره يقوم وينخسف، إيه صحيح، بس هذا الجسد هو قاعد يشتغل. هاي كهربائية الجسد، هاي أنت لا تتصور قاعد يعذب. هذا كهربائية الجسد، انت السمكة تذبحها وتقصبها مولانا ورا ساعة اذا ذبيت عليها ملح شو يسوي الجسد مالها؟ يظل يتحرك وينبض. هاي كهربائية الجسد ما لك علاقة بها.